بعد ساعات من انتشار خبر العثور على 17 مليار سنتيم داخل فيلا زين العابدين الحواس. البرلماني السابق ورئيس جماعة حد السوالم إقليم برشيد تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للحواس تمت عنونتها بمول 17 مليار سنتيم أيام زلط، وتفاعل النشطاء الفيسبوكيين بكثافة مع الصورة التي ظهر خلالها زين العابدين وهو يقوم بجولة بإحدى الحملات الانتخابية، حيث تباينت التعليقات بخصوصها، إذ أكد العديد منهم عن صدمتهم ودهشتهم الكبيرة بالعثور على هذا المبلغ الخيالي لدى رئيس جماعة قروية، داعين السلطات إلى مواصلة التحقيق للكشف عن مصدرها، وأيضا التحقق من طبيعة العلاقة التي قد تجمع المعني بما أمر بوجوه وأسماء معروفة في المجال السياسي بالمغرب. ومن جهة أخرى طالب نشطاء السلطات بالضرب بيد من حديد في قضية زين العابدين الحواس، ووضع حد للفساد والريع كيفما كان شكله أو نوعه، للنهوض بالبلاد في جميع القطاعات وحماية المال العام الخاص بخدمة الوطن والمواطنين. لا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس للتوصل بجديد الأخبار، ثم الإعجاب بالفيديو والإعجاب بصفحتنا الفيسبوكية. في قناتنا ستتواصل بآخر الأخبار وبطريقة مميزة يسهل عليك استيعابها.